عمرك فكرت احنا ليه بنكبر؟ يعني ايه اللي بيحصل جوانا؟ ليه التجاعيد اللي بتظهر على وشنا دي بتظهر؟ ليه الجسم بيبطأ؟ وليه شعرنا بيشيب؟ الأسئلة دي كلنا بنسألها، لكن في إجابات علمية وأسرار لسه ناس كتير ما يعرفوهاش. النهاردة هحكي لك قصة الزمن اللي بيعدي، وهقول لك حاجات مش بس هتفهمك ليه بنكبر، لكن كمان ازاي ممكن تأخر الشيخوخة. جاهز؟ زمان في جزيرة أوكيناوا اليابانية، في ناس كانت بتعيش حياتها بعيد عن التكنولوجيا والضغوط اللي احنا فيها دلوقتي. كانوا بيزرعوا أكلهم بنفسهم، بيتحركوا كتير، وبيتمتعوا بعلاقات اجتماعية قوية جدا. العلماء اللي درسوا حياتهم لاحظوا إن معظمهم بيعيشوا لأعمار طويلة جدا، بيتكلموا عن 90 و100 سنة كأنها حاجة عادية. وده خلاهم يركزوا في حياتهم ويدوروا على السر. لكن السر مش في الجزيرة نفسها بس، ده في طريقة حياتهم البسيطة. تخيل إنهم مش بيتقاعدوا زي ما احنا بنعمل، لأ هما بيشتغلوا حتى في سن كبير، وبيقولوا دايما الشغل هو اللي بيخلينا نعيش أكتر. لكن الموضوع مش بس كده، ده في أسرار تانية هتعرفها دلوقتي. العلماء قدروا يفهموا ليه الشيخوخة بتحصل بشكل أعمق. كلنا عندنا خلايا في جسمنا، والخلايا دي بتتجدد على طول، لكن مع مرور الوقت الخلايا دي بتبدأ تبطأ في التجدد. ايه السبب؟ في حاجة اسمها التيلوميرز، وهي أطراف الخلايا اللي بتحميها. كل مرة الخلايا بتتقسم التيلوميرز دي بتقصر شوية، وده اللي بيؤدي لتلف الخلايا في الآخر. والمفاجأة إن في حاجات بتأثر على طول التيلوميرز دي، حاجات زي التوتر، سوء التغذية، وقلة النوم. دي كلها حاجات بتسرع عملية الشيخوخة. بس العكس صحيح، لو اهتميت بجسمك وصحتك ممكن تبطئ العملية دي. طيب دلوقتي ايه اللي ممكن نعمله عشان نبطئ الشيخوخة؟ التغذية هي أول حاجة لازم نفكر فيها. العلماء اكتشفوا إن الأكل الغني بمضادات الأكسدة زي التوت والسبانخ مثلا بيحمي خلايانا من التلف. ومضادات الأكسدة دي بتشتغل زي الجيش اللي بيحارب السموم اللي بيسرع الشيخوخة. كمان في دراسات أثبتت إن الرياضة مش بس بتخليك في شكل كويس، لأ دي بتجدد الخلايا كمان. تمرينات بتساعد الجسم إنه ينتج خلايا جديدة أكتر، وده بيساهم في تأخير الشيخوخة. فلو عايز جسمك يفضل شاب، الحركة هي الحل. النوم كمان ليه تأثير كبير على الشيخوخة. الدراسات بتقول إن النوم الجيد هو الوقت اللي جسمنا بيصلح فيه نفسه. يعني لو ما بتنامش كويس جسمك مش هيعرف يجدد الخلايا بشكل فعال. فالنوم مهم جدا لو عايز تحتفظ بشبابك. وكمان العلاقات الاجتماعية، في دراسات اتعملت على ناس في العالم كله واكتشفوا إن الناس اللي عندهم علاقات اجتماعية قوية بيعيشوا أطول. الضحك والكلام مع الناس اللي بتحبهم بيحسن صحتك العقلية، وده بيساعد جسمك إنه يفضل في حالة صحية كويسة. ومش بس كده، العلم والتكنولوجيا كل يوم بيطوروا في حلول جديدة ممكن تأخر الشيخوخة أو حتى توقفها. في أبحاث دلوقتي على حاجة اسمها تجديد الخلايا الجذعية، اللي ممكن تخلي الخلايا ترجع لحالتها الشابة. وكمان في تقنيات زي العلاج بالجينات اللي ممكن تمنع الشيخوخة تماما في المستقبل. تخيل معايا لو العلماء فعلا قدروا يوقفوا الشيخوخة، هيبقى شكل حياتنا عامل ازاي؟ هل ده معناه إن ممكن نعيش للأبد؟ دي أسئلة لسه محتاجة إجابات. بس التكنولوجيا بتتقدم بشكل سريع، والمفاجآت الجاية هتكون مذهلة. فالشيخوخة جزء طبيعي من حياتنا، لكن ده مش معناه إننا ما نقدرش نبطئها. بالنظام الغذائي السليم والرياضة والنوم الكويس نقدر نحافظ على صحتنا لأطول فترة ممكنة. وكمان لازم نفضل متابعين العلم والتكنولوجيا اللي ممكن تغير شكل حياتنا في المستقبل. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي التعليقات قولي ايه اكتر حاجة خايف منها في الشيخوخة، وهل ممكن فعلا نعيش للأبد؟ هستنى اجابتكم. شكرا، سلام.